عليكم ومرحبا بكم معايا في وصفه جديده وفيديو جديد وماشي جديده. هذه وصفه قديمه غير جيت نبارطاجي معكم طريقتي في تحضيرها اللي هي كسكسو بالكرداس والدياله. كنبسطو لاقصى حد وخاصه المبتدئات، فكنتمنى تعجبكم طريقتي. نبداو على بركه الله. اول حاجه كنبدا بها دائما هي هذا الحمص. هذا كناخذو هو الاول كنرطبو بليله قبل، كنديرو في الماء كيف ما شفتو، غسلته مزيان ونقيتو. دابا غادي نديرو في واحد الكوكوط غنسد عليه هو الاول يصفر. اللي ما متوفرش على كوكوط اخرى اولا ما مثلا مبغاش يدير هاد يفرقهم، فممكن انه ينصبو نيشان مع الكرداس. انا بالنسبه ليا كنديرو هو الاولاني كيتسلق وكندوز للكرداس. ندوزو دابا للقديد والكرداس اللي كيبقى على حسب الافراد ديال الاسره. بالنسبه ليا كياكلوا كسكسو فقط، يعني القديد والكرداس كناكل منه حتى انا غير واحد لابار، وانما ريحته داكشي كنحمقوا عليها كاملين. هنايا خديت واحد جوج ديال الكرداسات كيف ما كتشوفوا، والدياله ديال العيد كيف ما كتعرفوها. غادي ناخذ الكوكوط، بسم الله، غادي نديرهم فيها بحال هكا. غادي نضيف عليهم قياس ديال جوج بصلات، عندي بصله كبيره وبصله موينه. غادي نشنفوهم بحال هكا بجوجات بهم. البصله ديالي شنفتها. غادي نحتاج كذلك من وراء البصله واحد كاسه ديال المطيشات بحجم اللي هو متوسط كيف ما كتشوفوا، واحد الربيطه ديال القزبر ومعدنوس مغسول حتى هو ومنقي. بالنسبه للقزبر ومعدنوس ومطيشه وقتاش كنديرهم، غادي نشد هاد البصيله غادي نضيف عليها التوابل قدامكم وغنبدا نشرح لكم. الملحه ما تقويوش لان في الاصل القديد مالح. غادي ندير شويه ديال الابزار، غير تكوني سخيه في التبزيره الاخرى. كيبغي القديد والكرداس التبزيره مزيان باش كيجي لذيذ. سكينجبير والخرقوم. وغادي نحتاج واحد نص كاس مخلط ما بين زيت روميه وزيت بلديه، يعني زيت نباتيه وزيت الزيتون. بالنسبه للماء اللي باش كنروي ديما كسكسو اولا رفيسه اولا اي حاجه اللي هي بلديه، ديما خصها الماء يكون سخون. ما تحاولوش ترويو بالماء اللي هو يكون بارد. صافي دابا هادشي غادي نحطو فوق النار باش يتشحر ليا مزيان. وبالنسبه لهاد المطيشه مع الربيع انا كنشدهم حتى كنروي، يعني حتى كي كنبلل صافي الكوكوط ديالي من بعد ما كتكون تشحرات. كندير واحد الفليحه غير هنا في هاد النباته ديال المطيشه، ياك فليحه هنا فليحه هنا، تليهم بثلاثه صافي. وكنحطهم هنا كيطيبوا هكا صاينين. انا ما كنحكهاش وما كنديرهاش خضره، كندير هكا وكنخليها طيب معاهم حتى كطيب. وكنحيدها كنطحنها باش في الاخر كنديرها مع القريعه. هذه هي الطريقه ديالتي. الربيع طبعا ملي كنروي كنحطو في الجنيبه. كنتمنى ان يكون الشرح مفهوم. بالنسبه للكسكسو كندوز ليه حتى هو كناخذ تقريبا، انا عندي هنا 500 غرام. الا بغيتو تضيفوا راه كنقول لكم ديما على حسب عدد الافراد والكميه. خديت هنايا قياس واحد جوج معالق كبار هكاك ديال زيت نباتيه اولا زيت روميه. غادي نبدا نلبس في هاد الكسكسو بهاد الزويته هي الاولى بحال هكا صافي. وغادي ناخذ واحد الكويس ديال الماء، كاس يكون كبير ديال الماء من الروبيني ماشي سخون. راه الا كان سخون غادي تعجل لينا كسكسو، حيت الاغلبيه كيقول لك كيرشوا بالماء اللي هو كيكون دافي لا سخون. لا اختي، ضروري من الماء يكون بارد. كنرش الكسكسو ديالي مزيان. ما كتجي فين تصفر الكوكوط ويشد، يعني الكرداس والقديد اولا ديك الدياله كيشد الطياب، كيكون هذا شراب ديك الميها. وكنجمعهم في بلاصه وحده باش كتشم الريحه، او دلالك الكسكسو كيشم ديك الريحه في الكسكاس، يعني كيجي رائع صافي. وكنخليه هكا في الجنيبه كيتشرب ليا هاد الميها، كيجي هو هذاك. وحنا وصلنا للمرحله الثانيه كيف ما كتشوفوا. انا شديت داك الكديد والكرداس كيف ما قلت لكم من بعد ما صفر وخدا واحد الوقت ديال الطياب. ها نتوما صافي درتو في البرمه. غادي نضيف ليه داك الحمص اللي حتى هو طيبته من قبل في الكوكوط. ها هو درت الكسكسو ديالي اللي رشيت بداك الماء، راه تشربوا مزيان بهذه الطريقه. راه ما كياخذ لكمش وقت في الطياب، جوج تفويرات كيكون واجد. دابا غنديرو فوق البوطه ونجي معكم باش نوريكم المرحله الثانيه. دابا وصلنا للمرحله الثانيه والاخيره. غادي نشد هذاك الكسكسو من بعد ما فار، يعني طلعاتو تفويره.
نتوما كديروه في القصريه اولا في القصعه، كديروا ليه الملحه، كنملحوه بحال هكا، كتضيفوا ليه كاس ديال الماء اخر بارد، يعني كنرشوه وكنحلوه هي كنبقاو نديروا ليه هكا بالمعلقه اولا بشي حاجه لان كيكون سخون. صافي هذه من جهه بالنسبه للكسكسو، وكنخليوه واحد شويه حتى كيشرب لينا هذاك الماء باش كنسقيو الماء من الروبيني. بالنسبه للماء اللي كيكون ديال البرمه اللي باش كنزيدوا البرمه كيكون سخون، هذه نعقلوا عليها. بالنسبه للمريقه صافي ها هي كيف ما كتشوفوا، كنضيف عليها دابا القريعه حمراء، ها هي ما عرفتش كتبان لكم ولا لا، مغسوله ومنقيه مزيان. صافي كنضيفها دابا طريفات ديال القريعه، جوج ديال المزيودات هانتوما، ديك مطيشه اللي طيبت من قبل ها هي حيدتها وحكيتها، ماشي حكيتها عفوا طحنتها، وواحد المعلقه ديال السمن، اللي بغاها يزيدها اللي ما بغاهاش وما كيبغيش اللمطه ديال السمن، وين راه كتضيف واحد اللذه يا سلام. صافي دابا ها هي المريقه ديالتي وجدات. بالنسبه للكسكسو كيف ما قلت لكم غيكون دابا تشرب، غادي نردو في الكسكاس وغادي نردو يفور فوق هاد المريقه هادي، وهذه هي المرحله الاخيره من بعد ما كيشد الطياب وكتشوفوا ديك المريقه اختارت، يعني كتبان لكم بان المريقه اختارت، كلشي واجد، كسكسو مفور، كنسكيوه وبصحه والراحه. وها هو الكسكسو ديالي وجد من بعد ما سقيتو. كيف ما كتشوفوا رانا حطيت كاع دوك المكونات بسيط، ولكن لذيذ بزاف. كنصحكم بهذه الطريقه، فكنتمنى فعلا انها تكون عجباتكم وتجربوها، كيجي روعه. انا غنوريكم حتى المريقه ديالو، شوفوا خاطره ولذيذه يا سلام. فما بقى لي غير نقول لكم بصحتكم، مبروك عواشركم، وكنتمنىكم تجربوه وتخليوا لي لايك ديالكم والتعاليق الزوينه كيف ما ديما. الى اللقاء مع فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله، مع السلامه.